رسميا لوكاس ريبيرو مكشخ بعقد مدة 3 سنوات بعد أسابيع من الإشاعات والأقاويل والصفقات التي لم تذل والمناوشات مع الفريق الليبي والمداولات كل هذا الجدل الذي أحاط بالصفقة. الترجي يتوصل لاتفاق نهائي مع نادي الاتحاد الليبي يقضي بانتقال لوكاس ريبيرو للترجي الرياضي التونسي مقابل 1,500,000 دولار، مع انتقال جاك ديارا لاعب نادي كرة الطايرة للاتحاد الليبي. أيضا يوسف البليلي يتوصل لاتفاق نهائي مع إدارة الترجي لتجديد عقده لمدة سنة قابلة للتجديد. أيضا اللاعب خيسوس كاستيو مكشخ بعقد مدة 3 سنوات. هذه هي الترجي اللي نحبوا عليها، هذه هي الصفقات اللي تنجم تهز الترجي القدام، هذه هي الصفقات اللي نجم نقولوا الترجي نجم يوصل بها رابطة الأبطال، هذه هي الصفقات اللي استنى فيها جمهور الترجي منذ مدة، رغم اللخبطة ورغم حطان عصا في العجلة ورغم الناس اللي ما حبتش الصفقة تتم، لكن في الأخير الترجي يتوصل للاتفاق. نحبوا نشكروا إدارة الترجي على كل هذا المجهود اللي بذلته، نحبوا نشكروا جماهير الترجي اللي صبرت، وفي الأخير أنا شفنا ريزلتا. نحب أيضا نتوجه بكلمة لجمهور الترجي: كونوا ديما في صف الإدارة نتاعكم، كونوا ديما متصبرين، كونوا ديما لحمة واحدة. راهي الترجي بلاش بينا ماهيش الترجي، ماذا بينا نكونوا لحمة واحدة إدارة وجمهور، ما تخليش الناس تدخل الفرقة بيناتنا. هاكم شنوتوا المتربصين يستناو في الدورة، الشامتين يضحكوا. دونك في الآخر ترجي دولة ولا عزال النبارة.